احنا الحمد لله تمينا شرح البي دي اس كاملا على قناتكم المفضله جيلبرت وجيزر على اليوتيوب. وهنبدا نشوف بعد ما خلصت الرسم هي المراحل اللي بيمر بيها دايما المهندس المسؤول عن قسم الباترون والماركر في اي مصنع. ان انا الاول بعمل العينه بتاعتي، بعد كده باخد ابروف عليها من العميل، بعد كده ببدا ادرج الباترون بتاعي، بعد كده مرحله ان انا اعمل ماركر بقى. طيب انا بعد ما خلصت التدريج بتاعي على البي دي اس عايز اجمع القطع بتاعتي، اللي هو عايز اقول له الجاكيت ده مكون من كم يمين وشمال، صدر يمين وشمال، ريفير، وهكذا. فعايز اجمع قطع الباترون بتاعتي في جدول الموديل اللي بيها في النهايه يؤدي الى قطعه ملبسيه تتعلق عندي على الشماعه. فهنعرف مع بعض مكونات جدول الموديل، الاتجاهات بتاعي لو الباترون ده في كذا قطع. يعني الجاكيت ده فيه بطانه من جوه، فانا مش هعمل جدول موديل للجاكيت قماش واعمل جدول موديل للبطانه، انا هعمل كله مع بعضه في جدول موديل واحد، وبعدي الفابريك اقول له الحته دي بطانه والحته دي قماش. ده هنشوفه مع بعض في جدول الموديل. وهنشوف كمان فايده عظيمه جدا لايقونه اسمها دايناميك سبليت، اللي هو انا لو في قطعه معينه بعينها عايز اقسمها جوه الماركر، ان انا اقدر اقسم مقاس واحد. كمر مثلا انا بعمل بنطلون والكمر بتاعه كمر بنانا، فجي اكبر كمر ضرب معايا في عرض الفرشه بتاعتي او في عرض القماش بتاعي، فانا هاجي اقول لك خلي لي اكبر كمر ده قطعتين وبقيه الكمرات كلها قطعه واحده. دي فايده عظيمه جدا من فوائد الدايناميك سبليت، يمكن محدش تطرق ليها قبل كده. هنشوفها مع بعض في الفيديو اللي جاي ده واحنا بنشرح كل حاجه عن جدول الموديل. طيب يلا بينا نعمل مع بعض جدول الموديل ونشوف الموديل ده عبارة عن ايه. لما نيجي نفتح مع بعض الاكيومارك اكسبلورر، تمام، ده جدول، ده ستورج اريا احنا عاملينها، والشغل ده احنا عاملينه لاحد العملاء. طيب الطريقة الصح، تعالوا نفتح جدول الموديل. طبعا انا لما باجي هنا احط الماوس على السهم يظهر لي الصورة. طيب هفتح جدول الموديل ده، القطع بتاعتي دي على البي دي اس، ونشوف مع بعض ازاي نعمل جدول موديل والطريقة الصح والسهلة والبسيطة. هقول له هنا open with واقول له pattern design separate work area. عندي اتنين separate، خانة خاصة، واكتف لو انا فاتح already work area وعايز افتح دي كمان عليها، فانا هقول له separate خاصة بيها لوحدها. هنا هيفتح لي البيسز على البي دي اس اللي احنا شرحناه لحضراتكم، موجود على قناة اليوتيوب كاملا. نيجي هنا نبص. احسن طريقة يا جماعة، احسن طريقة واسهل طريقة عشان تبقى تشتغل سيستماتيك صح، انا باتروني كله زي ما حضراتكم شايفين كده في الايكون بار من فوق، كله اتجاه واحد، كله باصص ناحيه اليمين. ادي الصدر والظهر الرقبه والجيرو وادي الكم. يبقى انا اول حاجه لما باجي ارسم باتروني كده اهو كله باصص ناحيه واحده. ليه بقى؟ عشان اقدر اتحكم فيه في التعشير اوتوماتيك وانا بعشق الباترون بتاعي على القماش. لو الخامه مساعداني اقدر اقول له خلي لي صدر رايح وصدر جاي، بس حافظ طبعا على الاتجاهات. خلي لي ظهر، وده طبعا انا الكونسبت عندي او المبدأ عندي ان انا اوفر في كل حاجة، اوفر في القماش واوفر في الورق واوفر في الحبر. دي فايدة التكنولوجيا بقى. ما انا سبت المانيوال ورحت للتكنولوجيا عشان الاقي تطور، الاقي وقت وجهد بيتوفروا عن ما كنت بشتغل مانيوال. تمام. طيب فالباترون ده بتاع الجلابيه البيتي اللي احنا شفنا صورتها. فانا جيت هنا بعد ما رسمت الباترون بتاعي اهو، ورسمته كله اتجاه واحد، كلهم باصين ناحيه اليمين. طيب اما اجي احفظ الموديل، اول حاجه اتاكد من التدريج، اروح لقائمه جريد اقول له اول سايز، في الحته الخضراء دي كليك يمين سيلكت اول، كليك يمين اوكي، ابص الاقي الباترون بتاعي متدرج ومقاساتي اهي من سمول لحد 6 اكس لارج. تمام كده اهو. طيب اوكي، اقفل التدريج من هنا، كل شغلي تمام. احفظ بقى، اجي اسيف شغلي. يبقى انا العميل قعدت معاه، بعت لي الصوره بتاعت الجلابيه دي، قال لي خد يا باشمهندس اعمل الباترون ده. حاضر يا فندم. رسمت الباترون، عملنا عينه، خدت موافقه عليها ان العينه التلبيس تمام. حضرتك هتدرج لي المقاسات من ميديوم لحد 6 اكس. حاضر. فهتروح تعمل الرول تيبل بتاعتك اللي احنا شرحنا الكلام ده كله. هتروح تعمل الرول تيبل بتاعتك من ميديوم ل 6 اكس، ومقاس العينه اللي هو عندي اهو 2 اكس لارج، ده اللي هيلبس عليها على المانيكان. تمام. بعد كده بقى اجي اقول له هحفظ بقى الشغل بتاعي سيف اس. اما اجي احفظ الشغل بتاعي اعمل له سيريال نمبر، عشان لو انا عندي قطع كتير جدا في الستورج اريا الاقي كل موديل مترتب مع اخواته.
001 بلوزه، 001 قميص، 001 تيشيرت، 001 بنطلون. طيب هنيجي هنا نكود الموديل ده، اقول له فايل سيف از، وليكن ده الظهر مثلا اهو. هتحطه فين؟ سيف ان في انهي ستورج اريا؟ اقول له اهو ادي الاستورجات الموجوده في السي، ولا انت عايز في الدي؟ اقول له لا في السي. اقول له في الاستورج اريا اللي اسمها هوم وير. طيب اسمه ايه ده؟ اقول له والله ده 006 شرطه باك اهو. سيف ده نفس 006 شرطه اف ار تي اهو. ده ممكن مش عايز اكتب، اروح اختار اي واحده من 006 دول وامسح الباك واقول له سليف كوم اس ال في، تسمي بالاسماء اللي انت عايزها، ما عندناش مشكله في كده خالص. سيف هنا 006 سجاف، فرونت سجاف وباك سجاف، اجي هنا امسح الواحد دي واقول له دي 006 سيف، وابقى عارف انا بسيف فين. انا بسيف فين؟ في الهوم وير. تمام. اجي هنا امسح الواحد دي واقول له 006 اهو باك سجاف، السجاف بتاع الظهر. اوكي سيف. طيب هخلي جدول الموديل ده قدامنا، احنا بنبص كده مع بعض لقينا ان الفرونت صدر والظهر معمول لهم ميرور، وكمان السجاف معمول له ميرور. طيب انزل البي دي اس دي لتحت واجي هنا الاقي، بصوا بقى اللي انا بحكي عليه، ان القطعه بتاعتي اللي سيفتها باسماء بارقام سيريال 006 جربر رصهم لي تحت بعض اهو. اهو باك، الباك سجاف، الفرونت سجاف، الكم. عايز اروح بقى الجلابيه اللي قدامي دي زي ما انتم شايفينها، هي مكونه من ايه؟ ده جدول الموديل بقى اللي في النهايه هتبقى قطعه ملبسيه تتحط عندي في الدولاب. تمام. مكونه من كم يمين وشمال، من صدر وظهر، لو في اسوره، لو في لياء، يبقى انا عارف اجزاء الباترون بتاعي. هدوس على كنترول في الكيبورد واجي اختار. الاختيار بتاعي بالترتيب اللي انا هختاره هو اللي هينزل بترتيب الاختيار ده في جدول الموديل. طيب تعالوا نختار القطعه الاساسيه الاول. هدوس على كنترول اقول له 006 باك. تمام. ادي الباك بتاعي اهو. وبعد كده اقول له 006 فرونت، يبقى انا اخترت الباك والفرونت. الاختيار ده بالترتيب هينزل لي في جدول الموديل بالترتيب. تمام. اجي اقول له 006 سليف اهو. بعد كده اخد الباك سجاف والفرونت سجاف اهو. تمام كده. وهضغط بعد ما اخترت القطع بتاعتي الموديل اللي اسمه 006 ده، هضغط كليك يمين وهقول له اهو. طبعا ما فتحش معايا الاوبن، ارجع تاني. تمام. وارد ده يحصل جدا، دي تهنيجه كويس انها حصلت في الفيديو عشان ما حدش يتخض فينا خالص. اهو 006 باك، ادوس على كنترول واختار 006 فرونت، 006 سليف، باك سجاف، فرونت سجاف، كليك يمين واقول له اوبن ويز. هتفتح بايه؟ بالباترن ديزاين. هتفتح البيسز دي على الباترن ديزاين ولا هتفتحها على الموديل اديتور؟ ايه الموديل اديتور ده اللي احنا هنشرحه النهارده؟ محرر جدول الموديل. جدول الموديل اللي هقول له يا جربر خلي بالك ان الجلابيه دي ليها كم يمين وشمال، ان الجلابيه دي ليها سجاف، ان الجلابيه دي ليها اللي في النهايه لما اقصهم على قماش وخيطهم بقت قطعه اعلقها عندي في الدولاب على الشماعه. اوبن ويز موديل اديتور اهو. هنا هنشرح مع بعض بقى بالتفصيل كل خصائص الموديل اديتور. تمام. طيب ابص عندي هلاقي من فوق خالص السكتش ده اللي بحط فيه الصوره بتاعتي. الصورة الموديل زي ما احنا شفنا مع بعض هنا في الستورج اريا، لما وقفت على الموديل ده ظهر لي الجلابيه دي. انا عايز بقى لو الستورج اريا دي فيها موديلات سيزون كامل الصيف بتاع 2023 مثلا، فحط اقف على كل موديل الاقي الصوره، ابقى عارف ده موديل الجلابيه دي، وده موديل البيجامه دي، وده موديل البنطلون ده، وده موديل الجاكيت ده، وهكذا. اوكي. فهاجي هنا بقى اهو السكتش، ادوس على الثلاث نقط دول واقول له ايه، هو هيفتح لي اوريدي الفابريك الموجوده اللي جربر نازله مع جربر بيلت ان. اقول له شكرا مش عايز، انا عايز صوره الموديل. انا حاطط الموديل بتاعي فين؟ على الديسكتوب، او هروح الاقي الصوره دي. ويفضل دايما لو الصوره ما ظهرتش معاك على جدول الموديل حطها على الديسكتوب وخدها من على الديسكتوب اهو. ظهرت معايا هنا اهو. تمام كده. وادي القطع بتاعتي بالترتيب بيس نيم. انا لما وانا بسلك في الستورج اريا وانا بختار الباترون بتاعي، اخترت الباك الاول واخترت الفرونت بعد كده واخترت السليف اهو.
جاب الباك الاول وبعد كده الفرونت وبعد كده السليف وبعد كده الايه الباك سجاف والفرونت سجاف. تمام. يبقى بيس نيم القطع بنفس الترتيب اللي انا اخترت بيه من البيسز من الستورج اريا. بعد كده البيس ايمج بيديني صوره استرشاديه للباترون بتاعي. وهنا في معلومه مهمه جدا، الباترون اللي يبقى انا مختاره مالوش صوره اعرف ان هو مش موجود عندي على الستورج اريا، انه موجود بشكل وهمي. لكن طالما ظهر معايا في البيس ايمج يبقى ده موجود فعليا في الستورج اريا، وجيربر اوكي مأكد الكلام ده. تمام كده. يبقى هنا اهو كل القطع بتاعتي ظاهره زي ما انا راسمها، وكله اهو. لما تيجي تبص هنا الجيرو ناحيه لفوق، والجيرو بتاع الصدر لفوق، تمام، والكم اهو، والسجافه تمام. البيس كاتيجوري، وده مهم جدا. وانا عامل فيديو على اليوتيوب على القناه بتاعت جيربر توجيزر، اهم مشكلتين بيقابلوني وانا بعمل ماركر اللي بيها جيربر يرفض تماما يعمل لي ماركر. ايه بقى؟ ان قطعتين كاتيجوري، يعني التصنيف كل قطعه تؤدي وظيفه مختلفه عن التانيه او ليها شكل مختلف عن التاني. طيب فالظهر هنا ياخد كاتيجوري مختلف، ياخد تصنيف مختلف. فانا قلت دايما وبقول دايما للناس اللي بيدرسوا معايا في جيربر توجيزر، امشي مع السيريال ده. ريح دماغك بقى، بدل ما تقعد تكتب ده باك، امسح دي كده واكتب 1، انزل تحت 2، تحت 3، 4، 5 لحد ما اخلص القطعه بتاعتي. خلاص. وبكده يبقى انا ما عنديش مشكله في ان انا اعمل ماركر. الكاتيجوري كل قطعه يا جيربر واخده كاتيجوري مختلف عن الثانيه. البيس ديسكريبشن ما يفرقش معايا ديسكريبشن في حاجه، تصنيف. عايز تكتب حاجه اوريدي مش عايز تسيبها فاضيه، ما عنديش مشكله خالص. الكومنت، والكومنت هنا لو ليك اي ملاحظات، وطبعا الكومنت دي من الايقونات اللي ضافوها من جيربر 10 ل 14، ما كانتش موجوده عندنا في 10. اوكي. طيب بعد كده هلاقي عمود كومنت، لو ليك اي كومنت اكتبه عادي جدا، وده يبقى ريفرنس ليك جوه جدول الموديل، مالكش سيبها فاضيه، ما عنديش مشكله خالص. تمام. البيست بقى ان انا اكرر من القطعه اللي قبليها نفس مواصفاتها في الشكل والمضمون. احنا في مصر ما بنقدرش نشتغل بالبيست دي خالص. ليه؟ لان كل موديل مستقل بذاته. طيب فانا هنا بقى لو انا عايز اشغل البيست، انا هاخد بيست دايما تشتغل معايا من تاني ايقونه، من اللي هو 006 فرونت. ليه؟ لان دي ما فيهاش حاجه، ما انا هاخد نفس مواصفات القطعه اللي قبليها في الشكل والمضمون. طب اول حاجه الباك مفيش حاجه قبليها، دي اول حاجه، يبقى انا هبدا من هنا لو عايز اعمل بيست. طيب لا انا مش عايز، خلاص انا كل باترون عندي ليه مواصفات خاصه، هنقص ده على البوتوم، هنقص ده على التيوبلر، هنقص ده على، فانا بتعامل مع كل موديل على حالته. اوكي كده. الخانه اللي بعد كده الفابريك تايب، انواع الخامات، ودي حاجه عظيمه جدا. انت النهارده لو بتعمل جاكيت، عندي خامتين داخلين مع بعض في الموديل بتاعي، وليكن انا هشتغل مثلا الجلابيه دي من قماش هايدي او من قماش قطيفه، وهعمل الكمام من قماش فيسكوز مثلا، او هعمل حاجه من حاجه تانية من خامه مختلفه تانية. تمام كده. فاجي الفابريك هنا بقى، الفابريك هنا تمام، انا مش هعمل لكل خامه موديل، ده انا هحط كل القطع بتاعتي في موديل واحد. وفي الفابريك اقول له خلي بالك يا جيربر، شفنا القميص البلو اللي هو الازرق ده لما كانت الياء والاسوره من الابيض مثلا، فانت هنا الياء والاسوره من قماشه تانية، وبقيت جسم القميص من قماشه تانية، فبالتالي مش هعمل للياء والاسوره موديل واعمل لبقيه الجسم القميص موديل، انا هحط كل القطع بتاعتي في موديل واحد. واجي جوه جدول الموديل اصنف الخامات بتاعتي بقى، اقول له دي قطيفه، دي ليكرا، ده ميلتون، ده جينز، وهكذا. طيب وهنا عامل لي 4 خانات، فابريك 1، فابريك 2، فابريك 3، فابريك 4. تمام. عشان لو انت عندك موديل، وده طبعا بنلاقيه في الاطفال ان في قصات كتير، فتقدر تحط الخامات بتاعتك عندك كذا صف. انت لو عايز تعمل الياقه مره الوش بتاعها ابيض والوش بتاعها ازرق من نفس الخامه، تقدر تقول له في الفابريك 1 ابيض وفي الفابريك 2 ازرق، وهنشوف دلوقتي مع بعض. طيب لو انت ما عندكش خامات، سيب ده فاضيه خلاص، هم كل الجلابيه دي، كل الجلابيه دي هتقص من خامه واحده، ما عنديش فيها تداخل خامات مع بعض. بعد كده الفليبس، اتجاهات الباترون، مهم جدا الموضوع ده. لما تيجي تبص للصوره دي اهي،
الجلابيه دي فيها كم يمين وشمال، تمام كده، فيها كم يمين وشمال وفيها صدر وظهر. في الفليب هنا هلاقي دبل داش، ودي اسمها الاوريجينال بوزيشن، الوضع اللي انا راسم بيه الباترون على البي دي اس. لما حضرتك جيت ترسم الباك، تمام، انت رسمته ازاي؟ ده الوضع اللي انت رسمته بيه على البي دي اس، ان خط الجنب لفوق، خط النص لتحت، الكتف ناحيه اليمين، الرقبه ناحيه اليمين، يبقى ده الاوريجينال بوزيشن. فانت لما تيجي هنا تقول له في الاتجاهات بتاعتي انا عايز واحد في الدبل داش، يعني عايز قطعه بنفس الاتجاه اللي انا رسمه على البي دي اس. طيب بما ان انا عامل ميرور هنا يا جماعه، تمام، فانا مش محتاج، هو الصدر ده هيتفرد معايا او الظهر ده هيتفرد معايا كده في الماركر او انفولد، خلاص هيظهر لي كده في الماركر قطعه واحده وهنشوفه مع بعض، والصدر ده كذلك، تمام، انفولد. بس انا بما ان انا عندي القطعه دي اوريدي معمول لها ميرور، فانا اشتغل على ربع واحد وادرج على ربع واحد، وجربر اوتوماتيك يدرج الربع التاني. بسهل على نفسي في الوقت والجهد، بريح نفسي. خلاص هاجي من فيو اقول له فولد اتنيلي اهو، كليك شمال كليك شمال كليك يمين، اوكي. اجي ادرج من هنا لما نيجي نشوف الجريدنج اهو، انا ادرج من هنا كده ربع واحد بس اللي ادرجه، وجربر يدرج الربع التاني. طب ورينا كده اهو، فيو انفولد اوتوماتيك عمل، بدل ما تقعد تدي قيم بالموجب وتدي قيم بالسالب، لا لا لا، سهل على نفسك، المهم اسهل بكتير. تمام، فولد واتني تاني اهو، اوكي كده. طيب يبقى انا عندي الصدر انا عايز منه قطعه واحده لان هي هتتفرد معايا اوريدي في الماركر، تمام. طيب نيجي هنا، فانا هبص الاقي عندي دبل داش، وعلى محور الاكس ده المحور الافقي الموازي لحرف القماش اللي بنسميه البورسل، تمام، وعلى الواي بزاويه 90 درجه ده المحور الرأسي، والاكس والواي. طب ايه اللي يجوز معايا؟ تمام، اللي يجوز معايا دايما والاسهل، بدل ما اقعد اشرح لك الاكس والواي والاكس والواي وايه يحصل مع ايه، انا بسهل لكم. ده دايما طريقتي، ان انا اسهل لك المعلومه جدا. ريح دماغك خالص واشتغل دايما على الدبل داش والاكس. فانا عندي دي انا عايز منها كام قطعه؟ واحده بنفس الطريقه اللي انا راسم بيها جربر على البي دي اس اهو، في الدبل داش احط واحد. الفرونت واحده في نفس الطريقه اللي انا راسم بيها جربر على البي دي اس، اوكي. الكم بقى انا عندي كم يمين وشمال، اجي اقول له واحد وواحد، واحد بنفس الطريقه بتاعتي اللي انا راسم بيها، والتاني عكس الاتجاه، وهوريكم ازاي عكس الاتجاه اهو. هو انت لما جيت هنا انت رسمت كم واحد صح كده، والكم ده فيه شمال ويمين. طب تعالوا نشوف نراجع مع بعض الايقونات اللي خدناها. ارجع لسكشن فيريفاي واقول له ماتش بوينتس، اتني لي الكم ده كده، النقطه دي على دي، الاقي احنا عاملين شمال ويمين. طبيعي جدا في الحريمي طالما في بروز للصدر انضف منطقه الصدر بان اعمل شمال ويمين، ودي احسن حاجه. خلي دايما شغلك احسن حاجه، خلي دايما انت بتطلع احسن حاجه، محدش يعدل عليك ابدا. طيب الاقي ابص هنا الاقي في قصه هنا، في مشكله هنا، اعدلها عادي جدا، موديفاي. طبعا ده باترون للشرح فتلاقينا احنا سيفنا واحنا بنعمل حاجه كده، سموث اهو، واخد النقطه دي كده كليك يمين اوكي، كليك يمين اوكي، واحط واظبط دي على دي عادي جدا بقى، حاجه واحده. من فيريفاي وهقول له انفولد، افتح تاني اهو، فتح لي الباترون بتاعي، وسيف على الوضع الجديد اهو، كليك شمال كليك يمين اوكي، تمام. طيب فانت هنا انت رسمت الباترون ده. الباترون ده لو اعتبرنا ان القماشه الخضراء دي او الحته الخضراء الورك اريا بتاعتي دي وش القماش، فالباترون ده يبقى الكم اليمين ولا الشمال؟ قطعا يبقى اليمين، ادي الصدر وادي الظهر. طب عايز الاتجاه بتاعه التاني، هاجي هنا اكريت اقول له كرييت كوبي بيس، خد لي نسخه من الكم ده عشان اوريكم بس هو بيعمل ايه في الفليبس. وهاجي هنا عايز اخلي الباترون ده الاتجاه المعاكس، هروح لموديفاي واقول له فليب، واختار هنا من فليب بيس، ده وضع خط النسيج، يبقى انا عايز اعكسه، يبقى الشرطه اللي فوق دي باصه لتحت اهو، دي كده، واختار دي كليك شمال كليك يمين اوكي اهو. بقى هنا ده الكم بتاعي اليمين وده الكم بتاعي الشمال، اللي تحت الشمال واللي فوق اليمين، اوكي كده تمام. انا عايز جربر بقى في الماركر يعمل لي كمين يمين وشمال، صح؟ ما تجيش الاقي الكمين اتجاه واحد، كارثه سودا. امتى الفليب ما تفرقش معايا؟ ودي هنشرحها برضو في التعشير الاوتوماتيك، لو انا بفرش قماشي وش في وش. لكن طالما انا بفرش سنجل بلاي راق واحد، فانا عايز كم يمين وكم شمال، تمام كده.
طيب فهنا هقول له ايه بقى؟ اقول له في الفليب واحد في الدبل داش وواحد في الاكس. ليه؟ لان انا بشتغل على النسيج الطولي موازي للبورسو. الاكس ده اللي هو محور الطول عندي في البرنامج، الواي المحور الرأسي. اي اطوال عندي على الاكس، طول البنطلون، طول الشميز، طول الكم، اي عروض عندي، دوران الصدر، دوران وسط، دوران الهب، على الواي. فاقول له انا عايز واحد وواحد. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده للسجافات. هل انا عامل ميرور؟ لو مش عامل ميرور هحتاج واحد وواحد. لو عامل ميرور يعني ده هيتفرد لي في الماركر يبقى قطعه. طالما انت عامل ميرور هيتفرد في الماركر قطعه واحده. تمام كده؟ اهو فيو واقول له انفولد، هيظهر لي كده في الماركر مفرود اهو. تمام، ده الميرور بتاعي. اتس اوكي. طيب يبقى انا عايز في جدول الموديل وان بيس اهو. اجي في الدبل داش اقول له بنفس الوضعيه يا برنامج جيربر اللي انا راسم بيها السجاف، حط لي واحد هنا واحد هنا. اوكي كده. نيجي بعد كده على الهاف بيسز، انصاف القطع. لما كنا بنيجي نشتغل على قماش تيوبلر او قماش مقفول، تمام، فانت كنت بتعمل ايه بقى؟ تيجي جيربر يروح معشقلك. انت مثلا عندك تيشيرت بولو وفي جيب من قدام، فانت لو رسمت جيب والقماش على المقفول هيطلع لك غصب عنك جيبين. كنا نعمل ايه في المانيوال؟ نقسم الجيوب بتاعتنا، نيجي نقول له احنا هنقص من ميديوم ل 2 اكس، صح كده؟ هقول له حط لي جيبين 2 بس، والجيبين طالما القماش على مجوز على المقفول يطلع لي 4 جيوب. اجي اقول له نص الكميه دي اغذي الدبل اكس، يغذي الاكس لارج، واللارج يغذي الميديوم. اخد نص الكميه للاكس ونص الكميه للميديوم. تمام. فانت لو عندك الاوبشن ده، لو انت عندك جيب وانت بتشتغل على خامه كيوبلر او خامه مقفوله زي البيكا وزي الباراسولا وزي الحاجات دي، فانت هتيجي تقول له بص بقى انا عايز جيب واحد. طيب تيجي هنا في الهاف بيس، انصاف القطعه. هاف يعني نص، نص الكميه. تمام. فاجي اقول له مثلا في السجاف ادوس على السهم ده يديني 3 اختيارات: نون، سيم دايركشن، واني دايركشن. لما تيجي مثلا وانت عندك جيب، تمام كده، فتقول له نون يعني مش عايز حاجه خالص، هي اوريدي معموله على نون. طب لو انا عايز انصف القطع دي، اديني يا جيربر نص الكميه، لان القماش عندي انا فرشه قماش دبل. تمام. فيجي اقول له سيم دايركشن، اخد نفس اتجاه المقاس المغذي. يعني انا عايز اكس لارج يتغذى من دبل اكس، يبقى اكس لارج ياخد نفس الايه اتجاه. طيب اني دايركشن اي اتجاه مش فارق معايا، انا الخامه مساعداني، ما عنديش نقشه، ما عنديش هاوي، ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، فبالنسبه لي ما عنديش اي مشكله خالص. تمام. فانت القطعه اللي انت عايز تنصفها هتيجي قدامها في الهاف بيس وتختار انت عايز منها اي اتجاه. طيب اللي بعد كده دايناميك سبليت، ده اوبشن عظيم جدا، ويمكن انا نزلت ريلز عندي على الفيسبوك عمل مشاهدات عاليه جدا. الدايناميك سبليت ايه الاوبشن العظيم ده؟ حاجه اقول لك يا باشمهندس، وانت بتشتغل على جيربر، تمام، عندك كمر بنانا مثلا، عندك حاجه وانت بتدرج غصب عنك الكمر اكبر مقاس بقى اكبر من عرض القماش. انت سي احنا هنقص بنطلون، والبنطلون ده الكمر بتاعه بنانا اللي بنسميه كمر موزه، كمر مدور كده، وهنعمل بيها فيديو لوحدها لان ده اوبشن مهم جدا محدش من زمايلنا يمكن تطرق اليه خالص على اليوتيوب. اوبشن انا شايفه في اعتقادي يعني، او في رايي اوبشن حلو جدا. دايناميك سبليت ان انت لما تيجي تدرج الكمر البنانا ده وانت بتشتغل مثلا سي على عرض قماش متر 50، اوكي، جيك اكبر مقاس ال9 اكس، وصل معايا الكمر ده بعد التدريج بقى 55. هنا الكمر اطول من عرض القماش بتاعي، هيحصل ايه؟ جيربر مش هيعشقه. فاجي اقول لحضرتك يا باشمهندس ما عنديش مانع في المقاس الكبير خالص ده اللي هو ال9 اكس انك تعمل لي الكمر قطعتين، انك جوه الماركر نفسه تقص لي الكمر ده قطعتين، وكمان تديني سيم الاونت، تديني مسافات خياطه. فانا هديك الاوبشن ده. تمام. والاوبشن ده بيشتغل معايا من 0 لحد 9. هتيجي تقف هنا اقدر اقص القطعه بتاعتي من 0 لحد 0، ما اقصهاش خالص. 1 اقصها مره واحده، 2 اقصها مرتين. طبعا انا الكمر مش هينفع اقطعه 9 حتت، دي بقت شاورما كده، ما بقاش كمر. تمام. لكن انا ممكن اقطعه قطعه واحده او قطعتين. تمام. اديني اوبشن عدد مرات القص، اقصه مره او مرتين، نصين او ربع وثلاث ارباع او تلت وتلتين زي ما انا عايز. وهنعمل بيها فيديو لوحدها لان ما ينفعش
دي تتقال عجاله كده يعني في سريعا، لازم اعمل لها فيديو عشان تشوفوها كويس جدا وتفهموها كويس جدا. دي حاجه عظيمه جدا. تمام. وان شاء الله هيبقى يكون الفيديو بعد فيديو الجدول الموديل ده، وهنشوف الدايناميك سبليت مع بعض من الايزي ماركر فين ومن الماركر ميكنج كمان فين. فانا هنا هاجي اقول له اديني اوبشن يا جربر ان انا اقدر اقص السجاف بتاع الصدر ده لو ضايقني في التعشيق 3 مرات او مرتين، وانا الاوبشن ده معايا انا في الماركر، حبيت استخدمه اوكي، ما حبيتش استخدمه خلاص. زي لما اديك اوبشن سخانات في الكرسي بتاع القياده بتاع العربيه، عايز تسخن الكرسي في الشتاء اوكي، مش عايز خلاص، هو اوبشن موجود معاك. تمام كده. طيب ده بالنسبه للدايناميك سبليت، وزي ما وعدت حضراتكم هنعمل لها فيديو مخصوص لوحدها. بعد كده الاد بيس، لما تبص في جدول الموديل تلاقيه معلم صح على كل قطعه. ايه قصه الاد بيس دي؟ ان انا اقدر اجي طالما في عندي فراغ، تمام، طالما عندي فراغ في الباترونات في الماركر بتاعي بين الجواري مع بعض، بين الرجل مع بعض، بين اي حاجه، بين الفرونت رايز والباك رايز، غصب عني عندي فراغات في الماركر. تمام كده. اقدر، خلينا نشوف اي ماركر مثلا زي ده كده، انا عندي فراغات اهي، اقدر ان انا اضيف قطعه زي دي اد بيس، ادخل قطعه زي دي في الفراغ ده. تمام. طبعا القطعه دي مش جايه، دي اكبر من الفراغ ده. تمام اهو، احطها هنا. فانا اديني اوبشن يا جربر ان انا اقدر اجي من، طالما انا عندي فراغات، ده بالنسبه لي هادر للقماش. تمام كده. فهادر القماش ده انا مش هعمل بيه حاجه، فاجي اقول له اد بيس، هناخدها في الماركر، لسه هشرح لكم الماركر، اقول له ضيف لي القطعه دي. ما انت عندك، ما انت معلم عليها في جدول الموديل صح، اديني اوبشن ان اقدر اضيف قطعه زياده عن الباترون بتاعي، الماركر بتاعي، واحطها في الفراغات دي اهو. اقول له اوكي خلاص، واقدر اعشقها عادي جدا اهو. احنا هنعتبر ان ممكن خرطه مثلا تبوظ معايا من القص، او غصب عنه الراجل المقص ده يخش بالسكينه في اي حته. يعني اللوكسات دي دايما او الفلتيات مرتبطه بعرض دخول وخروج، اوكي كده. فانا طالما عندي فراغات زي دي اهو، الفراغات دي طالعه غصب عني، الفرق بين الجيرو والجنب، الفرق ما بين دي ودي، اقدر اضيف قطعه اضيفها عادي جدا، ما عنديش مشكله اهو. اقدر اضيف دي اجيبها عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص. اقدر اضيف حته صغيره اهو ادخل، طالما المساحه تسمح، طالما دي تيجي معايا، ما تجيش خلاص ما عنديش مشكله. تمام اوكي كده. يبقى انا بقول له اديني اوبشن ان انا اقدر اضيف اي قطعه عندي، طالما في فراغ احطها زياده. كنا بنعمل برضو زمان هوم وير، في الهوم وير بنعمل ودان كده في الكابتشو، في الهود بتاع البيجامه، فالودان دي مدوره كده نص دايره. فبرضو في المقص، بما انك بتقص كميات كبيره، فبتيجي احيانا سكينه المقص تروح واخده حته منها، عشان امن نفسي اروح مزود عدد الودان دي في الفرش عندي، ما انا اوريدي عندي فراغ. تمام كده. اجي هنا واروح حاطط ودان في الايه، في الحته بين الايه، الرقبه والرقبه، ما بين هنا، طالما المساحه تجيب اوكي ما عنديش مشكله خالص. فانا اجي اقول له اديني اوبشن ان انا اقدر اضيف اي قطعه طالما ليها مكان في الفراغات اللي عندي. طيب اخر حاجه في جدول الموديل، ودي انا شايفها احسن حاجه لموضوع الانكماشات. احنا ودايما انا بتكلم عندي في جيربر توجيزر، اقول احنا عندنا في برنامج جيربر 3 محطات للانكماش. اول محطه افكر حضراتكم بيها في قائمه ادفانسد، ان انا اخش هنا في سيكشن الفابريك واقول له سكيل وشرينك وستريتش، ودي موجوده عندكم قائمه ادفانسد مشروحه كامله، ادفانسد 1 و 2 و 3 على اليوتيوب. دي اول محطه بمر بيها الانكماش، بس دي مش افضلهم. تمام. ليه بقى؟ لان لما اجي ادي انكماش لدي، هيبقى عندي كذا سجاف بكذا انكماش في الستورج اريا، بقى عندي عدد كبير من القطع، بقى عندي جوه الستورج اريا بتاعتي عدد كبير جدا من القطع، سجاف بانكماش 2 و4. طبعا السجافات دي احيانا ما بنديهاش، احنا بندي للاجسام الكبيره دي، مش هلحق احس بيها انكماش، وخصوصا كمان انها تتلزق حشو. تمام كده. طيب فانا هاجي هنا هضيف مثلا للجسم ده بانكماش 2 و4، وهجيب قماش تاني انكماش 3 و6، وهجيب قماش تالت انكماش 4 و9، وهكذا. بقى عندي من الباك الواحد من الجزء ده 4 قطع ب4 انكماشات. طيب لما اجي جدول الموديل بقى، انا اقدر يبقى عندي زي ما احنا عندنا كده 5 قطع بس، واجي هنا كمان اختار من ضمن المميزات الجميله جدا ان اقدر قطع اديها زي دي كده، اديها انكماش، واجي عند السجابات اقول له لا مش هدي،
اجي عند الكمر بتاع البنطلون جينز اقول له لا مش هدي، لان انا مرتبط بدخول وخروج للفولدر، هلزق فوزدين، فانا ما اقدرش ازود في العرض، عشان لو زودت عرض الكمر مش هيخش معايا في الفولدر بتاع المكنه. تمام. يبقى انت هنا في جدول الموديل تقدر تختار قطعه معينه تديها انكماشات وقطعه لا. حاجه عظيمه جدا. تمام. انما لو جيت عملت القصه دي في البي دي اس، ابص الاقي بقى عندي 10 ظهور مثلا ب 10 انكماشات. ما هو العميل جايب لي 10 رسالات من القماش، اول رساله انكماشها 2 و3، تاني رساله 3 و4، 5 و6، 7 و8. ابص الاقي بقى عندي 6 ظهور مثلا بانكماشات مختلفه، 6 ظهور. الستورج اريا بقت مزدحمه جدا. لكن هنا بقى هحط انكماشاتي واقول له سيف از الموديل ده بانكماش 2 و4. لما نيجي الصبح بتاع التخطيط، ايه يا فندم هتقص النهارده؟ هنقص على انكماش 2 و4. اروح اختار موديل 2 و4. ايه يا فندم؟ هقص على انكماش 3 و5. هختار قماش 3 و5. اوكي كده. يبقى هنا اقدر اضيف الانكماشات زي ما انا عايز. بعد ما خلصت بقى كل بياناتي دي هقول له سيف. يقول لي الموديل ده عايز تسميه ايه؟ اقول له 006. تمام. جلابيه مثلا اهو GAL، سمي بالاسماء اللي انت عايزها، ما عنديش مشكله خالص. طبعا هو كده بيكتب عربي 006 الت وشيفت شمال واقول له GALBAYA. تمام. لسه طبعا احنا هنعمل تاني حلقه تانيه لجدول الموديل، نشرح الديناميك سبليت، ونعمل تاني حلقه تانيه نوريكم القصه اللي انا بتكلم عليها بتاعت الشرينك. المحطات دي ما ينفعش اعدي عليها هباء كده، لازم اعمل لها فيديوهات مفصله. وزي ما احنا معودينكم ان الحاجه لازم تتشرح بضمير بامانه، لان دي حاجه لوجه الله. انا لا اتقاضى مليم واحد من اليوتيوب. تمام. طبعا هسيب دي كده اهو، وهاجي هنا ابص الاقي اهو في جدول في الستورج اريا بتاعتي اهو، الاقي الموديل الثاني 006 جلابيه اهو ظهر لي بالصوره بتاعتي. انا عندي 20 جلابيه، انت عايز انهي موديل؟ العميل هيجي لي والله فاكر يا باشمهندس احنا السنه اللي فاتت قصينا موديل جلابيه نبيتي اهو يا فندم، قصينا الجلابيه الزرقاء اهو يا فندم. كل حاجه موجوده والقطعه بتاعتي موجوده. بالتوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.